بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم حبايب قلبي في فيديو جديد وفطار جديد على قناة ايمي بدر. كل عام وحضراتكم بألف خير. ان شاء الله نعمل احلى وجبة فتة فاهيتا سوري. بإذن الله نعملها طريقة حلوة قوي، وكمان معاها تومية وخيار المخلل اللي احنا مخللينه فاكرينه. بس ان شاء الله نعمل مع بعض كده احلى وجبة بإذن الله تفتح النفس من غير اي تعب ولا مجهود. قبل الفطار بساعة بالظبط انا بدأت ان انا اشتغل واجهز للوجبة الجميلة دي. بإذن الله نتابع الخطوات كلها بالترتيب كده ان شاء الله. بسم الله. اول حاجه طلعت طبق بانيه كده نص كيلو. بدات ان انا احطه في ميه بملح وسكر علشان يساعد ان هو يفك بسرعه. بعد غسلته كويس بعد كده يعني بالميه والملح والليمون والخل، وبعد كده صفيته كويس من الميه. هبدا بقى التتبيله بتاعتنا الجميله دي. معلقه كبيره من البصل المفروم، ونص معلقه صغيره من الثوم المفروم برضو، ومعلقتين كبار من الصويا صوص، وكوبايه من الزبادي. التوابل بتاعتنا بقى ملح، فلفل اسمر، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وزعتر. هنا بقى الزبادي بدوبها كويس جدا، وابدا ان انا هاخد بس نصها عشان هو نص كيلو بانيه يعني، فخدت نصها وسبت النص التاني عشان ان شاء الله نعمل بيه اجمل تومية باذن الله. هضيف كمان مكان الصويا صوص حطيت معلقتين كبار كده من الخل، وفضيتهم على التتبيلة. بقلب كويس جدا. هبدأ اضيف القطع البانيه. هقلب بقى ادخل البانيه كله كده في التتبيلة، اشبعه بالتتبيلة كويس. هضيف زعتر جاف رشة. هضيف كمان معلقتين من الزيت. كده جهزت معايا التتبيله. ببدا ان انا بغطيها كده واسيبها جنبي لغايه اما اكمل بقيه المكونات بتاعه الوجبه. هنا بقى جبت معلقه كبيره من النشا، عليها كوبايه صغيره من الميه، ادوبها كويس جدا، وهبدا ان انا احطها على النار. هبدا برضو ان انا اعملها كده مش هخليها تقيله، لا، مجرد بس ما بتلف معايا كده وتتقل برفعها من على النار على طول. بتبقى لسه شفافة شوية يعني، ما تبقاش تقيلة قوي. زي ما احنا شايفين كده القوام ده حلو قوي. هبدأ ان انا اطفي عليها النار وبرفعها من على النار خلاص. هي مجرد ما تبقى اللون اللي هو اللي احنا شايفينه ده، مش اتقل من كده اللون، والسمك كمان خفيف خالص كده زي ما احنا شايفين. بس برفعها بقى من على النار. باجي هنا بقى تسيبها بس تبرد سنة بسيطة. اجيب بقى ربع معلقة صغننة كده من الثوم. هبدأ اضيف عليها اقلب بقى كويس، وهبدأ ان انا اضيف نص كوباية الزبادي اللي انا كنت حاجزاها. اضيف كمان كيس من المايونيز اللي هو الحجم الكبير سنة اللي منزلينه الجديد ده. بس بدوب بقى كويس جدا كده. كل ما بضيف حاجة ببدأ ان انا بدخلها في النشا كويس وهي ايه دافية كده. بس بضيف المايونيز اهو بالمنظر ده، واللي هو الكيس ده يعني تقريبا كيسين في بعض، من اللي هو الصغير او 3 اكياس حاجه زي كده، بس هو حجمه معقول يعني، فانا لقيته عندي استخدمته. بس بدوب بقى كده خلاص كده التوميه. هبدا بقى ان انا اضيف عصره ليمون وملح. طبعا اللي حابب يعملها سبايسي بقى ممكن يضيف شطة او هريسة شطة. بس كده خلاص التومية بتاعتي جاهزة اهي. هبدأ ان انا افضيها واغطيها كده واركنها على جنب. بعد كده بقى هبدأ ان انا اجيب جريل. هبدأ ان انا اشوي عليه القطع البانيه بتاعتنا اللي احنا متبلينها دي. بس حطيت بقى طبعا معلقتين زيت كده على الجريل، سبته يسخن جامد. وزي ما احنا شايفين اول ما بحط البانيه شايفين السخونية لازم بيدي صدمة جامدة كده. بس وانا بشوي البانيه بقى هبدأ ان انا اشغل على الرز. هنا في حلة كده حطيت معلقتين من الزيت، قطعة من الزبدة، طبعا باقي البصل، نص مكعب مرقة، ورق لورا، وقرفة، عود قرفة، ملح وفلفل اسمر وكركم، والسبع بهارات. بقلب كويس جدا. طبعا هو اللومي بس اللي ما كانش عندي، فاشتغلت عادي يعني مش مشكلة. بس بقلب كويس جدا كده. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف الرز. طبعا كنت غسلاه ونقعاه شوية. بس قلبت. هبدأ بقى ان انا انزل بالرز، اديله تقليبة. وبعد كده هبدأ ان انا طبعا انا عاملة كوباية رز واحدة بس، هو على قد اليوم يعني مش هعمل كتير، فعملت كوباية رز واحدة. هبدأ ان انا اعاير بقى كوبايتين من المية، وهبدأ ان انا انزلهم عليه واسيبه ان هو
يتشرب بقى كده شوية، وبعد كده هبدأ ان اوطي عليه النار واسيبه لغاية اما يستوي. بس كده اغطي الحلة بقى واروح اشوف الفراخ بتاعتنا خلاص اتشوت اهي. هبدأ بقى ان انا اجيب بصلاية كده حمرا واقطعها سلايس كده صغيرة، وفلفل الوان. هنا بقى على الجريل حطيت حبة زيت صغنونة معلقتين كده، وبدأت ان انا انزل فيهم الخضار واقلبهم كويس كده في بعض. وهنا بقى جبت البانيه بتاعي، حطيت كل القطع على بعض كده، وابدأ ان انا اقطعها بكل سهولة بالمنظر ده. بشكر نورينا حبيبة قلبي، هي اللي بتصورني، تجيلي في اللحظات كده الصعبة تقولي ماما انا هات انا اصورلك، بتساعدني حبيبتي الجميلة. بس بحط بقى هنا الفراخ كده على الخضار اللي انا حطاه على النار، ابدا اديله تقليبه. هزود بس عليه شويه ملح وفلفل اسمر، طبعا ملح علشان يحيق الخضار بتاعنا اللي احنا ضفناه زياده، وكمان الفلفل يديلها ريحه اقوى وطعم جميل برضه. بس لكن الفراخ متبله كويس جدا ومطعمه تطعيمتها تحفه. هنا بقى جبت عيش شام، قطعته كده مثلثات وبدأت حمرته في الزيت عادي خالص بالمنظر ده. وبدأت ان انا اجهز للطبق الفتة بتاعنا. بس بضيف كده وابدأ ان انا اجيب الرز احطه في النص هنا كده، وهبدأ بعد كده بضيف عليه على وش الرز قطع الفاهيتا بتاعتنا طبعا اللي احنا عاملينها الجميلة. بس بعد كده بقى طبعا في الفاهيتا يعني انا حطيت خلاص كفايتي على الرز. كمية الفاهيتا اللي فاضت معايا حبيت ان انا اجيب بقى عيش شامي كده واحط فيه تومية. طبعا نقدر كمان نضيف خيار مخلل. بس دهنت كده، وبعد كده بدأت ان انا احط فيه فاهيتا، يعني حواوشي الفاهيتا. بس جبت بقى كمان عيش شامي تاني وعملته رول كده بالمنظر ده زي ما احنا شايفين، وعلى الجريل برضو سويته. اخر طعامة واخر جمال واحلى وجبة ان شاء الله ممكن تعملوها في احلى شهر كريم. بس بكده الوجبة بتاعتنا تكون خلصت. اتمنى انها تكون عجبتكم، بألف هنا وشفا للي ينفذ الوصفة الجميلة دي. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي وصلوات ودعوات مستجابة. اتمنى لو اول مرة حضرتك تتابعي القناة دعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.